اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة بيتزا الصاج الكبيرة بالعجينة السحرية الجميلة اللي بتمشي مع جميع المعجنات، طرية وهشة جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس يلا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. قولي لسه أول مرة يشوفني، أنا أماني ودي قناتي. يلا انزلوا واعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعار بكل وصفة جديدة انا بعملها. اول حاجة هنبتدي بيها العجينة السحرية. معايا نص كوباية دقيق، عليهم كوباية مية، هنقلبهم على البارد وبعد كده هنرفعهم على النار لحد ما تتقل معايا وتبقى زي المهلبية. هنسيبها على جنب لحد ما تبرد. تاني خطوة هنعمل الخميرة بتاعتنا، معلقة خميرة، معلقة سكر، نص كوباية مية دافية، هنقلبهم ونسيبها لحد ما تتفاعل. بعد كده معايا كيلو دقيق، عليهم نص معلقة ملح، عليهم 3 معالق زيت. هنضيف عليهم الخميرة بعد ما تفاعلت، وبعدين هنضيف العجينة السحرية ونعجنها. طبعا مش هينفع نضيف العجينة السحرية الا بعد ما تبرد تماما، علشان لو ضفناها وهي سخنة ممكن تبوظ العجينة. لازم تكون باردة خالص. وبعد كده هنلم العجينة بتاعتنا ونسيبها لحد ما تختمر. بعد العجينة ما اختمرت معايا هنقسمها جزئين علشان هنعمل بيتزا الصاج الكبيرة. هنحضر الصاج ويكون مدهون دهنة زيت، وهنبطط فيه العجينة بتاعتنا لحد ما نفردها بسمك سنتي زي ما انتوا شايفين كده معايا. هنخرم العجينة بالشوكة علشان ما تعلاش من النص وتوطى من الناحية التانية. بعد كده هنحضر الصلصة بتاعتنا، لو عايزة تعمليها في البيت او تكون صلصة جاهزة وتضيفي لها فص ثوم وشوية زيت وملح زي ما انت حابة. انا بعمل صلصة البيتزا وبحفظها في الفريزر وبدهن بيها العجينة بتاعتي لما بحتاج بطلعها. بحط الطماطم كده زي ما هي وبضيف عليها البهارات بتاعتي والثوم، وبعد كده بضربها واصفيها واعينها في الفريزر. ممكن نسيب لكم لينك الصلصة في الوصف تحت الفيديو عشان تشوفوها اللي حابب يشوفها ويعرف طريقتها. هضيف طبعا ميكس جبن. هحط الاول الموتزاريلا وبعد كده هضيف شرايح بصل، شرايح طماطم، شرايح فلفل اخضر. هحط بسطرمة في الاول زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا البيتزا اي مكونات انتي حابة تحطيها ده حسب ذوق حضرتك. انا حطيت البسطرمة ديت، وبعد كده هضيف المكونات التانية اللي هي اللي انا قلت عليها. بعد كده هضيف ميكس الجبن وهدخلها في فرن يكون سخن. انا مسخنه الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد معايا بالظبط ربع ساعة. وبعد كده هحطها على الشواية الجبنة بس تسيح وهطلعها على طول. كده انا هضيف بقية ميكس الجبن فوق، وهحط برضو على الوش جبنة موتزاريلا، وبعد كده في الاخر خالص هحط شرايح زيتون وهدخلها الفرن على طول. طبعا مش هنحط البيتزا في ارضية الفرن، هنحطها على الشبكة من فوق عشان البيتزا ما تتحرقش، لان هي ما بتاخدش وقت خالص وبتحب النار العالية. يعني لازم نحطها على نار عالية وعلى الشبكة في النص. طبعا ده شكل البيتزا بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. ودي بقى اسرع بيتزا صاج ممكن تعمليها، مش هتاخد منك وقت خالص ولا هتكلفك مجهود. وبس كده، دي كانت وصفتي النهارده. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا قناتي باللايك والاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. وشكرا لكم جدا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ننساش في اخر الفيديو نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام.